أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين. اللهم إن لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. باتت عيون ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم عن النفس ما استطعت، فحملانك للهموم جنون. إن ربا قد كفاك ما كان بالأمس، سيكفيك في غد ما يكون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على سيدنا النبي. هم 5 دقائق بس، صلوا على سيدنا النبي. اللي يحب النبي صلى على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيها المسلمون، كلنا على سفر، لكنه سفر من لا يعود، سفر لا رجعة بعده. قيل لأحد الحكماء: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بكبير ولا مريض؟ يعني ما دمت لست بكبير ولا مريض فلم تحمل العصا؟ قال: حملت العصا، لا الضعف أوجب حملها علي ولا أني تحنيت من كبر، ولكنني ألزمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر. فكلنا على سفر، لكنه سفر من لا يعود، سفر لا رجعة بعده. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغرس ذلك في أصحابه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنكبي، يعني بكتافي، وقال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت، يعني إذا جاء عليك المساء، فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي سنن الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته نائما على حصير قد أثر الحصير في جنبه، فقلت: يا رسول الله، هل اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب، إلا كمسافر استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخرجنا من هذه الدنيا ونحن مغفور لنا، ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة أهل الجنة. اللهم آمين، اللهم آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا بائسا ولا محروما.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. واحفظ بلدنا مصر واجعلها بلدا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. كما نسألك يا حي يا قيوم أن تغفر لفقيدنا يا كريم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأنت غني عن عذابه، فارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، واجمعنا به مع النبي محمد في جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين. شكر الله مسعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.